عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون كلكم بألف خير. ما زالوا الناس اللي بيأذوا مدام هناء مش عايزين يسيبوها في حالها ابدا ابدا. اشتكوا عليها، بلغوا عنها الشرطة، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. متهمينها ان هي السبب في اللي حصل لميسيو جانو. متهمينها ازاي؟ متهمينها ان هي والاستاذ مصطفى جابوا آلة حادة كبيرة وضربوا بيها ميسيو جانو على دماغه وضربوه وبهدلوه. طيب عشان ايه مدام هناء تصوير تعمل ترند؟ طب مدام هناء هتعمل ترند وتصور عشان الفيديو. طب وميسيو وقصدي والاستاذ مصطفى برضك ليه في التصوير؟ مش الواحد يعني يتكلم كلام معقول؟ وبعدين مدام هناء هتضربه ليه؟ يعني هتاخد من عنده ايه ولا هتستفيد من عنده ايه؟ طب ما هي بتصور، ما هي بتصور مدام هناء لو عايزه تصور بدل الفيديو 10 مع الراجل بتصور. يعني مش محتاجه انها تعمل جريمه وتودي نفسها في داهيه عشان تعمل فيديو. وتضرب مين؟ تضرب مين وتموت مين؟ الراجل اللي بتعتبره ابوها، الراجل اللي بتخدمه حتى لو هي تعبانه وشقيانه ومش قادره تقف على رجليها بتروح برضك عشان تعمل له الاكل. هتضربه؟ هتاخد منه ايه؟ هي مثلا هتورثه؟ يعني الراجل ما عندوش حاجه عشان تموته. الراجل قاعد في بيت ايجار، الراجل ما حلتوش حاجه غير معاشه اللي بيصرفه على اكله وشربه وعلاجه. يبقى هتموته ليه؟ واللي بيبلغ ده يعني انت استفدت ايه؟ انت استفدت ايه لما تأذي ناس ما عملوش حاجه؟ طب اهو شوفوا سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. البلاغ اللي اتعمل في مدام هناء عشان يودوها في داهيه جه في مصلحتها. مصلحتها ازاي؟ اقول لكم مصلحتها ازاي. جه في مصلحتها لان البوليس لما اتصل بمدام هناء يوم الاحد بعد ما روحت من عند ميسي وجان وراحت عشان تصلي وتاكل وكده وبعدين تبقى تروح له تاني، اتصلوا بيها قالوا لها تعالي احنا عايزينك، انتوا فين؟ اجيلكوا مثلا اي مكان اي اسم طبعا زي اللي بيتقال عندهم ما اعرفش اسمه ايه. قالوا لها احنا في بيت ميسي وجان. وراحت هناك لقت عربيه كبيره مليانه فيها بوليس وعربيه اسعاف والدنيا مقلوبه مقلوبه. ليه؟ عشان خاطر ان هي صورت ميسيو جانو، ان جالهم بلاغ ان هي ضربت ميسيو جانو وعورته وصورته. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. طبعا يعني كانت هي والاستاذ مصطفى موجودين. حتى بتقول الاستاذ مصطفى كان متضايق وزعلان فبيقول لها يا اختي مش كل حاجه تصوريها، انت صورت الراجل وهو غرقان في دمه وكده، انا راجل صاحب عيال عايزه اربي عيالي. وهو الراجل صراحه عنده حق، الراجل بيعمل حاجه خدمه لميسيو جانو. يلا الناس بقى اللي هم ربنا يسامحهم ولا ما يسامحهم بقى، ده هم ربنا يتصرف معاهم. يقوم يبلغوا ان هم السبب في ان في اللي حصل لميسيو جانو، مع ان الراجل اللي بيسعفه قصدي الراجل الممرض هو قال للشرطه نفسها لما جم قال لهم انا جيت الراجل واقع وما ودتوش المستشفى ليه؟ قال لهم لا اوديه المستشفى ليه؟ الحاله بسيطه ما تستدعيش. هم طالعين يقولوا لا ده هي واقع من يوم الثلاث والراجل بتاع الاسعاف بلغ البوليس والاسعاف جت خدته وودته وقعد 3 ايام في المستشفى ولما خف رجع. فبعد ما خف مدام هناء صورت ونزلت. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. لا إله. طب يسوى ايه بقى؟ يسوى ايه كلامكم ده دلوقتي؟ يسوى ايه كلامكم ده اللي انتوا بتكذبوا فيه وتقولوا ان هي من يوم الثلاث؟ لا حول الله لا حول الله. انا مش فاهمه انتوا بتعملوا ليه كده مع مدام هناء؟ هتكسبوا ايه لما تسجنوها مثلا ولا تضايقوها؟ ما تشوفوا شكل الست وهي طالعه دلوقتي منهاره ازاي. الست منهاره بتبكي يعني مش واحده بتبكي على جارها، واحده بتبكي على ابوها وهي فعلا حاسه ان ده ابوها. الست وعمالين تقولوا لا بتبكي ولا بتعمل، ده كله تمثيل عشان الترند. لا مش عشان الترند، الست من جواها مقهوره قلبها وجعها. ده يا جماعه ده الواحد لما بيربي عنده قطه ولا جاره بيموت بيحزن عليه. ايش حال بقى دي بقالها سنين معاه بتخدمه خدمه البنت لابوها، مش منتظره منه اي حاجه.
المهم يا جماعة البوليس، هي راحت لقت البوليس موجود وكده، فطبعا قالوا لهم خليكم انتوا بره لحد ما مثلا ما يسألوا ميسيو جانو. دخلوا سألوا ميسيو جانو، بتقول لك قعدوا حوالي يجي نص ساعة او اكتر مع ميسيو جانو، وطلعوا بتقول لك وهم طالعين البوليس شكله مبسوطين يعني، فشكروهم حتى على اللي هم بيعملوه مع ميسيو جانو، ان هم بيخدموه بدون مقابل. فطبعا مدام هناء لما دخلت لميسيو جانو فبتسأله سألوك في ايه ولا كانوا عايزين منك ايه؟ فطبعا الراجل قال لها ان هو اما بيسألوهم انت وقعت، انت ايه التعورات اللي في وشك وايه حصل لك وكده، الراجل قال لهم انا وقعت لوحدي، انا وقعت وحدي. وشكر طبعا في مدام هناء وشكر في الأستاذ مصطفى، يعني ما قالش كلمة وحشة على مدام هناء. لو قال أي كلام وحش على مدام هناء كانت مدام هناء والأستاذ مصطفى في السجن دلوقتي، لكن الراجل شكر فيهم، الراجل شكر فيهم. فاحنا نقوم احنا نروح نبلغ عليها ونقول انها ضربت الراجل؟ طب لو ضربت الراجل، هو مش كان في دلوقتي معاهم هناك قبل ميسيو جانو ما يموت، مش كان في هناك عربية الإسعاف وجات وشافت؟ لو شافت الراجل فعلا مضروب على دماغه ولا في أي حاجة تدل على إن في اعتداء عليه، كان البوليس هيمشي ويسيبهم؟ كانوا خدوا الراجل على الأقل، لو شافوا الراجل حالته ولا الجروح اللي فيه عايزة تستدعي المستشفى كانوا خدوه معاهم. لكن الناس جت لقت جروح بسيطة، وميسيو جانو اعترف وقال إن أنا اللي وقعت. فمدام هناء مبسوطة من قلبها وفرحانة، بتقول الراجل برأها قبل ما يموت، بتحمد ربنا إن الراجل برأها قبل ما تموت، وبتشكر الناس اللي عملوا فيها الأذية دي، الناس اللي بلغوا عنها. ليه بقى؟ لأن هم لو ما بلغوش عن مدام هناء والراجل مات كان ممكن يسجنوا مدام هناء، أو يسجنوا مدام هناء هي والأستاذ مصطفى، ممكن ما كانوش ياخدوا بكلام الممرض وبالبلاغات اللي بتروح لهم دول يصدقوا. لكن اعتراف ميسيو جانو ان مدام هناء والاستاذ مصطفى ناس كويسه جدا وبتخدموا بما يرضي الله، خلى الموضوع اتقفل، خلى الموضوع اتقفل. انا بقى بتكلم في حته انتم ليه تأذوا انسانه مش شايف، ما اذتكمش في حاجه، يعني الست ما اذتكمش في حاجه، مجرد ان انتم ما بتحبوهاش تروحوا تأذوها؟ الست طالعه يعني الواحد مش عارف يقول ايه. الست ما بتاخدش منه حاجه، والست يعني انا مش فاهمه هتقتله ليه، هتضربه يعني ده لو واحد قلبه ايه حجر، لو واحد قلبه حجر مش هيهون عليه انه يمد ايده على راجل عجوز 100 سنه 100 سنه. ونفسي افهم يعني هي هتضربه عشان ايه؟ عشان الفيديو؟ ما بتعمل يا جماعه فيديو، ما الواحد مش قادر يصدق اللي انتوا بتحكوه ده. ما الست بتعمل فيديوهات كتير من غير ما تعرض نفسها انها تخش السجن. الست كل يوم والتاني بتعمل فيديوهات مع الراجل، مش محتاجه. ولو ما عملتش اصلا مع ميسيو جانو فيديوهات، الست اصلا ما شاء الله مش محتاجه، عندها قناتين ما شاء الله عليها. فاتقوا الله يا جماعه، اتقوا الله، اتقوا الله، بلاش اللي انتوا بتعملوه ده، اتقوا الله، حرام عليكم. الست ما بتعملش حاجه، ما بتضرش حد، انتوا شايفينها بتطلع بتجيب سيره حد، بتتكلم على حد، بتأذي حد، أذت حد في قناته قبل كده؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا يرحمك يا ميسيو جانو ويصبر قلبك يا رب يا مدام هناء، ويصبر كل محبين ميسيو جانو، ربنا يرحمه برحمته يا رب. يلا يا بنات عشان ما اطولش الفيديو، اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد من عندنا. مع ألف سلامة.